مساء الخير عليكم يا شباب، مساء الخير عليكم يا صبايا. اهلا بكم في قناتي، انا كابتن سما يوميات مطلقة. هتكلم معاكم عن العضلة النائمة، هقول لكم اسبابها وعلاجها. في بعض الدول بيقولوا عليها الخفسة. بصراحة هي كانت عندي انا شخصيا، دي مشكلتي انا في جسمي. عانيت منها كتير جدا جدا. انا الى الان ما اتكلمتش معاكم ولا قلت لكم على إيه ازاي انا نزلت وكده، بس حبيت اشارككم بعض التمارين علشان نكون اكثر دقة. هي عبارة عن عضلة الارداف الخارجية. اسبابها ممكن تكون زيادة الوزن او انك تكوني نزلتي وزن بسرعة جدا، نتيجة الجلوس الغير صحيح. ممكن تكوني بتقعدي بطريقة غلط، ممكن تكوني بتضغطي على المنطقة ديت بتسبب لك خمول في العضلة بتشوه شكلها. طبعا الملابس الضيقة جدا من أسبابها. فعلاجها التمارين اللي قدامك دي هتعمليها تمارين كويسة جدا جدا جدا، وأنا نزلت عليها. أنا كان المحيط ده عندي كان حوالي 216، أنا الآن 108. فدي حاجة بالنسبة لي كويسة جدا. علاجها بقى انك تاكلي اكل متوازن وكله بروتين ودهون مفيدة جدا وكربوهيدرات. متوازن، مش حاجة اعلى وحاجة اوطى. طبعا ما تسهريش، نومك يبقى من 6 ل8 ساعات. النوم عليه عمل اساسي جدا جدا. وطبعا بلاش الكرسيهات والاحزمة وشد البطن والكريمات والحاجات اللي هي ملهاش اي لازمة، بتدمر العضلة ومش بتخليها تتنفس ولا تاخد حقها. هنلعب التمارين دي يوم ويوم 3 ايام في الاسبوع. هتلعبي قبلها كارديو، ممكن تمشي او تنطي الحبل او تلعبي على الدراجة، او تعملي تمارين احماء وانت واقفة. وتختاري 6 تمارين من التمارين اللي قدامك دي، وتعملي كل تمرين 3 مجموعات، والمجموعة فيها 15 عدة. وياريت اللي مش فاهم اي حاجة يسألني وانا اوضح له. ويا رب اكون بفيدكم، وان شاء الله استنوني فيديوهات تانية. اشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. اشوفكم على خير، باي باي.